صباح السعادة، ازيكم يا حلوين؟ شهر جديد، يا رب يا رب جعله شهر سعيد علينا وعليك وعلى أمة المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفيديو بتاعي النهارده بقى يا بنات هقولك ازاي تظبطي الميزانيه بتاعتك لحد اخر الشهر ان شاء الله. انا هنا في قناه وصفات الغلابه هقدم لك ميزانيه حلوه قوي تكفيك ان شاء الله لاخر الشهر، مبالغ صغيره وكبيره. لو عايزه الميزانيه بتاعتك باليوم هعملها معاكي باليوم، لو عاوزاها بالشهر ان شاء الله هقدمها لك بالشهر. بس زي كل فيديو، لو اول مره تشوفينه وعجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير، كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين. يا ترى الوصفات اللي بنقدمها لك بتعجبك ولا؟ ندخل على مطبخنا المتواضع ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بركة بسم الله بتملى المكان يا بنات. عايزاكي كده تسمي الله وانت بتعملي أي حاجة، وانت بتبدأي بأي حاجة صلي على الرسول كتير بنية تفريج الكرب وقضاء الدين. عايزاكي بقى كده يا حبيبة قلبي انت وهي تملي بيتك بالبركة. صلي، استغفري ربنا. الاستغفار بيبدل الأقدار، الدعاء بيبدل القدر يا بنات. عايزين نرجع لربنا. عايزاكي كده الصبح كل يوم قناة المجد بتشغل سورة البقرة كل يوم الساعة 7 الصبح. ابدأي يومك بسورة البقرة، هتطرد معاكي الجن والشياطين وهتملى البيت بالبركة والخير. كانت أمي زمان تقولي امشي على عدوك معرش وما تمشيش مكرش. يعني ايه؟ يعني عايزاكي تلبسي كده وتظبطي حالك وتبقي منضفه نفسك ومهندمه نفسك، حتى لو باقل القليل تبقي ماشيه كويسه ونضيفه، بس ما تمشيش ماليه كرشك اكل وماشيه ما معكيش ولا جنيه. طب هنعمل المعادله دي ازاي؟ هقولك بقى هنعمل المعادله دي ازاي. المعادله بتاعتنا سهله جدا وبسيطه، وصدقيني لو مشيتي معايا على الوصفات وعلى القناه معايا في القناه صدقيني هتستفادي منها كتير قوي. بالمناسبه انا جايبه السبرتايه دي ب55 جنيه. لو عايزين تعرفوا مكانها قوليلي في الكومنتات واقول لكم مكان. حبيت ان انا اشارككم كده في الفيديو واوريها لكم واوريكم شكلها. وهعمل المعادله الصعبه ازاي بما ان الاسعار غاليه اليومين دول، وكتير قوي بيناقضني في الفيديوهات بتاعتي. ناس كتير قوي بتعترض على الفيديوهات وبتقولي انت بتجيبي الاسعار الرخيصه دي منين. صدقوني يا بنات الاسعار دي موجوده بجد والله في وسطكم، بس زي ما قلتلك ببركه ربنا. انا بقى زي اي واحده ست، زيك وزي غيرك، بروح الشغل او بمشي في اي مكان بسأل زملاتي بسأل صديقاتي هنطبخ ايه النهارده، هنعمل ايه النهارده. الافكار يا بنات ما بتبقاش محدودة على شخص بعينه، ممكن ان انت تقولي لاولادك وتشاركيهم، شاركي سلفتك في البيت. اسألي اي حد من صحباتك وزملاتك، مش عيب ولا حرام. صدقيني في فكرة بتختلف عن فكرة، وممكن انت تكون عندك اكل موجود في البيت او خضار او اي حاجة وناقصك الفكرة ما انتش واخدة بالك. في طبخات بسيطة جدا واقتصادية ومش مكلفة، بس صدقيني انت ما تعرفيش عنها حاجة. انا اخر اليوم مع زميلاتي بسألهم اليوم بيوم وبنشارك بعض هنطبخ ايه النهاردة، طب هنعمل ايه النهاردة. واحدة زميلتي بيبقى عندها فكرة لطبخة ووصفة بسيطة جدا واقتصادية، كل الحاجة بتبقى موجودة اصلا عندي من حواضر التلاج. بس صدقيني واحدة تانية ما بتبقاش عندها الحاجات دي، بس تقدر تقولك على وصفة من ما فيش حاجة خالص هتعمليه. واخر اليوم صدقيني اليوم بيبقى متراضي ويوم بيبقى جميل جدا. اوقات كتير قوي الوصفة على قد ما هي بسيطة واقتصادية ولادك هيحبوها وهيشجعوك وهيقولولك انت عملت الطبخة دي ازاي، ومش هيصدقوا اصلا ان انت عرفت تعمليها. الناس بقى اللي بتبصلي على الميزانيات بتاعتي وبتقول ان الافكار بتاعتك بسيطة وبتقول ان انت بتجيبي اسعار الخضار ده منين، زي ما قلتلك انا بحكم شغلي وبطبيعة عملي يا بنات انا بتأخر شوية على السوق، ما بنزلش اول السوق بدري. احنا في بلد ارياف عندنا السوق بيبقى يوم واحد بس في الاسبوع، باقي الاسبوع الخضار والحاجات دي بتتباع باسعار خرافيه. طب انا بعمل ايه؟ انا زي اي ست مصريه بحاول ان انا انزل السوق، بس طبعا بعد ما بخلص عملي بخلص الشغل بتاعي ومتطلباتي اليوميه في شغلي، وبعد كده بنزل السوق وبحاول ان انا الف على اكتر من بياع. وعلى فكره ده مش عيب خالص يا بنات، ده عادي والطبيعي بتاع اهالينا ايام زمان. بحاول ان انا اشوف الاسعار، في سعر بيختلف عن سعر، بس صدقوني والله انا بجيب سعر بسيط. وبجد بجد يا بنات الحاجه اللي انا بجيبها بتبقى جودتها عاليه وكويس، مش بجيب اي حاجه. بحاول اقسم الميزانيه بتاعتي، يعني مثلا لو انا مصروفي الشهري 1500 جنيه بحاول ان انا اقسمهم على 4 اسابيع. هنا لو قسمتي
المصروف بتاعك على 4 اسابيع احسن ما تجيبي طلباتك بالشهر. ال4 اسابيع دول يا بنات هيعملوا لي تقريبا 375 جنيه، ده حصة الاسبوع الواحد. هشتري خضار وفاكهة بال200 جنيه، ده للاسبوع يا بنات، وبعد كده هيتبقى معايا 175 جنيه. بيبقى عندي علبة كده ببقى حطاها للطوارئ، يعني لو الشهر عدى معايا كده على خير واتبقى معايا 50 جنيه، 100 جنيه ببقى سايباها للطوارئ، فال50 جنيه او ال100 جنيه دي بحطها على 175 جنيه. بجيب منهم اللحوم، سواء بقى نص كيلو لحمة او كيلو لحمة، او مثلا هجيب فرخة. صدقيني بقى صندوق الطوارئ ده هيبقى معاكي ممكن يوصل ل200 جنيه. صدقوني بجد يا بنات، وفر معاكي فلوس. مره نجيب مثلا بيض على كل حد كده حبايه بيض، ممكن ان احنا هنجيب فرخه ونقسمها. صدقيني هنعمل منها شاورما وهنعمل منها وصفات تانية حلوه قوي. صدقوني يا بنات والله مش بالاكل، في ناس كتير قوي بتاكل فول وطعميه وبتنجان وبيبقى ظروفهم بجد والله يا بنات على قد الايد. بس صدقوني انا من ضمن الناس دي، الحمد لله اقتصاديتي وميزانيتي على قد ايدي، بس الحمد لله اللهم بارك. ولادي ما عندهمش انيميا، ولادي ما شاء الله بصحه جيده، ولادي زي واحده تانية شغاله في منصب عالي وجوزها شغال في منصب عالي، وتقعد دايما تشتكي وتقول ما معيش وما حلتيش، وسبحان الله مرتبها ودخلها تصدقي اعلى بكتير، بس للاسف ما بتحمدش ربنا على النعمه اللي عندها. يا رب بارك لنا في ولادنا، وبارك لنا في رزقنا، وبارك لنا في مالنا. وزيكي بقى صلي على الرسول كتير، علمي ولادك اساسيات الصلاة، علموهم الاستغفار، علموهم الدعاء والتوسل إلى الله، ما نشتكيش لغير ربنا. عارفة إن الأزمة يا بنات مش عليا لوحدي ولا عليك لوحدي، الأزمة والغلاء على الجميع، على كل الناس. فبجد بجد عشان انت وزيرة بيتك، وزي ما قلت في كام فيديو، انت وزيرة بيتك، وانت اللي هتعدي الأزمة، وانت اللي هتمشيها بتدبير ربنا وبركة ربنا. عايزاكي بقى لو عندك اي افكار بسيطه، انا كل فيديو بحاول ان انا اقولك على فكره او فكرتين لطبيخ هايل وبسيط، فانت بقى لو تقدري ان انت برضو تساعديني كده بفكره بسيطه في كومنت حلو كده منك وتعليق تقولي لي بتتابعيني منين، صدقيني هيفرحني التعليق جدا. صدقوني بجد يا بنات ببسط جدا من تعليقاتكم، ببسط جدا من الناس اللي بتشاهد وبتشوف كومنتاتي. بحبكم في الله، بحبكم حب كبير جدا، بحب اي اخ واخت واي حد شاركني في القناه، بحب عيلتي واسرتي الجديده اللي بجد بجد مش هقدر ان انا استغنى عنها. ان شاء الله هقولك على افكار جميله جدا، اقتصاديه جدا وهايله جدا جدا، افكار على قد الايد يا بنات، بسيطه هتنول رضاكي وهتنول اعجابك. وزي ما قلنا ان الوصفه وصفات الغلابه، صدقيني ان شاء الله الاكلات هتبقى اكلات اقتصاديه، بس مش اكلات غلابه، اكلات ملوك ان شاء الله. لو وصلت بقى لحد هنا وشايفه الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك حلو كده منك، كومنت حلو تقولي لي بتتابعيني منين. ما تنسوش تحبوا بعض.